ازاي اعرف ان القص الاسترالي بتاعي بدأ يجهز عش وبدأ يبيض بالفعل؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده ذكر وانتايه اهوت. لو عاوز تعرف بقى ان النتايه بتاعتك بدأت تحط بيض امتى، هتلاقي ان النتايه بتاعتك علامه المخرج بتاعتها او فتحه المخرج بتاعتها بدأت تتسع من ورا وبدأت تطرى، وبدأت يكون في توالف اكثر ما بين الذكر والانثى. يعني الذكر بقى ياكل الانثى بشكل كبير، وممكن تلاقي كمان علامات تكاثر. ممكن واحد يقول لي انا بشوف تكاثر عندي وبشوف الذكر والانثى بيتكاثروا، ولكن مفيش وضع علامات للبيض. افضل طريقه ان انت تمسك الانثى في ايدك، وبيكون باين على الجناحه بتاعتها، بتكون بقى بادئه الجناحه تنزل زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. الانثى ديت الجناحه بتاعتها بتكون هادله او بتكون نازله للاسفل شويه، الجناحه خلاص بتكون بقى هي خلاص انثى، بتكون تقيله زي ما حضراتكم شايفين. وبيبدأ من فتحة المخرج بتاعتها، بتكون فتحة المخرج بتتسع، والعظمتين اللي هم بتوع الشوكة او العظمتين اللي هم اللي على فتحة المخرج من تحت بيكونوا بيبدأوا يتسعوا، وبيكونوا افضل او بيكونوا فتحوا عن الاول بشكل كبير. يعني كمثال دلوقتي بتمسك الانثى بايدك، الانثى مثلا بتمسكها بايدك وبتحط صبعك على فتحة المخرج او على الشوكة من تحت بتاعة الانثى، بتبص عليها بتشوف هي فعلا الصابع بتاعك داخل ما بين العظمتين، ولا العظمتين لامين على بعض. لو بتلاقي العظمتين لامين على بعض بتبدا هي مع الاكل والتغذيه. ولكن احب اعرفكم ان التغذيه شيء اساسي او عامل كبير في الانتاج من طيور الزينه كلها بشكل عام. زي ما حضراتكم شايفين بتلاقوا بقى توالف ما بين الذكر والانثى اهوت. بيبدا بالفعل ان هو الذكر يبدا ياكلها، بتلاقي علامات تزاوج بشكل كبير. بتلاقي الانثى في الاسترالي دخولها لاستكشاف العش بشكل كبير. يعني كمثال بتلاقي الانثى بتبدا تخش داخل ده جوز تاني، بتبدا تلاقي الانثى داخل العش بشكل كبير، وبتبدا تخش وتطمن وتشوف العش هل هو متامن او لا. ده كل دي عوامل بتؤدي الى اساس او نجاح الانتاج من طيور الاسترالي عامه او طيور الزينه بشكل كبير. يعني كمثال لو عندك الانثى قلقانه من العش او الانثى تحس ان العش بتاعها مش يعني مش ثابت، او بتحس ان العش مش امان، ممكن ما تخشوش او ممكن تكون خايفه، وده بيأخر الى وضع علامات البيض. ولكن احب اعرفكم ان احنا من العوامل كمان اللي هي في النجاح الاساس بتاعه الطيور في نجاح الانتاج. شفتوا المسامير ديت؟ المسامير دي بتكون كويسه جدا، افضل من المسامير اللي هي العاديه بتاعه النجارين او بتاعه الخشب. المسامير دي بتكون مسامير اسمها مسامير فيشر بورما، بتيجي وتعملها بنفس الشكل ده بيكون امن للبياضه، وبيكون امن للعصافير، او بيكون امن للزغاليل او للبيض اللي جوه عندك. زي ما حضراتكم شايفين بتكون متعلقه في القفص بنفس الشكل ده. المسامير دي جميله جدا. كل دي عوامل بتؤدي الى اتزان شكل البياضه وعلامات شكل البيضه. زي ما حضراتكم شايفين بيكون ده امان للطيور بتاعتك والامان للبياضه بتاعتك، وكده الانثى بتبدا تخش بامان وتبقى هي مطمنه للانتاج ولوضع البيض. وكمان يعني لو انت عندك بيضه زي كده او عندك عش خشب بنفس الشكل ده، بيكون سهل فيه تغيير المشوار، ما يكونش العش بيتحرك منك او كده تسحب الدرج بكل سهوله، يكون العش بتاعك بتتحرك ويجي معاك بكل سهوله، وتنظف كمان بكل سهوله. ما تضطرش انت تخلع البياضه كلها لو بتهتز منك او الكلام ده. كمان بتبدا تلاقي علامات في البياضه، او بتلاقي في علامات في البياضه بفضلات من بتاعه الانثى داخل البيضه جوه، معنى كده ان هي بدات تقعد فتره طويله او تقعد فتره كبيره داخل البياضه. دي برضو علامات تعرف ان القص بتاعك الاسترالي بدا يجهز عش وهيبدا يبيض بالفعل. وكذلك الامر الكلام على الكوكتيل وعلى الروز وعلى الفشر وعلى الطيور كلها اللي بتتربى في تربيات فرديه، يعني في تربيات داخل الاقفاص. بكده تقدر تعرف ان القص بتاعك بدا يجهز عش. بالنسبه للقص الاسترالي بدا يجهز عش. هنجيب لكم طريقه تزاوج خلاص بقى لعلامات وضع البيض بين الذكر والانثى في الاسترالي. عندك يعني برضو كمثال القص دوت واخد بعض اهوت تمام، وبدا علامه التوالف ما بينه وما بين بعض. الانثى بتكون الجناح بتاعها بدا يميل، بدا علامه المخرج بتاعتها توسع او تطرى غير الاول.